اتاي مغربي ونعنع وجبادور وطربوش فاسي. وهتكلم عن الطنجاوية اللي حيرت اكس فاكتور كله، الطنجاوية اللي عملت عمايل. النهارده هنستمتع. في الاخر قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، واي شيء يحدث في هذا الكون هو اراده الله سبحانه وتعالى. يبقى هنشيل هم ليه؟ احنا نستمتع بفن بنتنا. النهارده هوريكم الفن والابداع والجمال عند شيماء عمران. وقفنا المره اللي فاتت عند الحر لما خلصناه كله، وانا كنت منفعل شويتين يلا ما علينا. خلينا دلوقتي في السلطنه والجمال. هيبدا دخول الايقاع من اول بقى ايه؟ طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق. قالتهم ميري. كلمة ميري صحيح يعني عشان في ناس سألوني على كلمة ميري دي يعني ايه. والله اكيد هي اساسها مش لغة عربية، بس في مصر كان يعني هو يمكن المصطلح ده مبقاش يستخدم كتير دلوقتي، بس كنا لو رايح مثلا تقطع تذكرة قطر، عايز تركب القطار وتركب تذكرة قطر، يسألك اللي على الشباك يقول لك انت مدني ولا ميري؟ مدني يعني زينا كده المواطنين العاديين المدنيين، ميري يعني عسكري او يا جيش يا شرطة يا ان شاء الله حتى مطافي، المهم ان انت ميري حكومي يعني. فبقى اصطلاح ميري ده يعني من غير اي زخارف ولا اي دلع، ميري رسمي. حتى الحلاقة اما كنا نروح عند الحلاق زمان الكلام ده يعني عايز يحلق لك راسك كلها كده سوا واحد ومن غير وشعر قصير، يقول له عايز حلاقه ميري اللي هي الحلاقه بتاعت الجيش. تمام. فكلمه ميري دي ما زلنا ناس يعني اللي من سني كلهم يعرفوها وبيستعملوها، والشباب ما بقوش يستعملوها. المهم غنت ميري ولا لا؟ ميري اول مره. طب والاعاده؟ ما لازم الاعاده يبقى فيها تغيير. هو نفسه رغب علامه كان زمان بيقول عشان تقللوا الملل، ومش الملل لازم تغيروا في القفلات وتغيروا في الاعادات. طب ما هي غيرت، عملت ايه بقى شيماء؟ لنا قد الشوق ده سلم والليالي ده زخرفه جميله لطيفه في نفس المقام. تعالوا نسمعها. ولا قلبي قد عذابه، ولا كلمه ولا بس، ولا انا مش قادر اقلدها. تعالوا نشوف شيماء قالتها فظيعه، حاجه خطيره. بصوا شيماء قالت ولا ازاي. كل اللي اتقال ده هيتعادوا تاني كاملين، هيتعادوا كاملين البيتين تاني هيتعادوا كاملين. فبرضه مش هتسيبهم في حالهم. راحت اول مره قالتها عاديه وجات عند وليالي الشوق. الشوق عامل عمايله مع شيماء عمران في حاجه في الشوق، فقالت لعبت في كلمه الشوق. بصوا تعالوا نشوف عملت ايه. بصوا وهي بتعيدهم بقى تاني لنا قد الشوق. الشوق يعني الشوق مجاني. بصوا يعني قالت الشوق اللي في اخر الشطره الاولى بلعب جميل قوي، والشوق اللي في اول الشطره الثانيه بلعبه اجمل. تعالوا نسمع. بصوا بقى العبقريه بقى. ولا قلبي قد عذابه. اول ما هتدخل على الجزء اللي فيه ولا قلبي قد عذابه كانت الابتسامه ما شاء الله منوره وجهها. قبل ما تقول ولا قلبي قد عذابه هي بتقول لنا قد الشوق وليالي الشوق ماشي الحال، فمبتسمه وسعيده. ولا قلبي قد عذابه. بصوا وشها ودتنا لمنطقه انها بتتعذب ازاي في لحظه، في لحظه يعني كانها داس على الزرار نورت النور، داس على الزرار طفت النور. محدش بيقدر يتحكم في تعبيراته واحاسيسه بهذا الشكل الا اذا كان كتله من الاحساس تمشي على الارض. تعالوا نشوف. بس انتوا عارفين تشوفوا ايه؟ ملامح وشها تغيرت من الابتسامه الى الحزن الشديد مع كلمه عذابه. شوفوا بقى اول حاجه بتقول بقى وقابلتك. يلا اصحوا بقى رقصوا انا هفرح اهو. ابتسامه على الوجه وحركه ايديها فيها رقص كده. وقابلتك وبسرعه قالت له انت دلع دلال. انا عايز اسمعها لكم بقى بالايقاع مني وبعد كده نسمعها من شيماء. وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي. حاجه كده مزيكا تفرح واداء يفرح. الله يبارك لك يا شيماء ويحفظك. تعالوا نشوفها بقى ونركز في كلمه انت. وقابلتك
انت، غير ان هي بتشاور بايديها والبادي لانجوج عندها ما شاء الله الله اكبر. شوفوا كلمه انت قالتها ازاي. تلعب براحتها هتلاقي ايه هي اللحن اصلا كان بيقول كده: وقابلتك انت لقيتك. لعبت عملت ايه؟ شوفوا اللعبه اللي عملت قالت ايه: وقابلتك انت لقيتك بتغير كل، ورجعت تاني. ايه جماله بتوريكوا. ايوه بتفرد عضلاتها. انتوا مش بتشوفوا في مسابقات الملاكمه مش اول ما بينزل بيبتدي يوري عضلاته للناس ويروح عند الجمهور ويزعق ويقول انا قوي وانا بطل؟ ايه هتقولي ان دي مصارعه؟ طب بلاش. في اي اغنيه زي ما زمان صابر الرباعي عمل مع اصاله على اللي جرى وغنوها سوا، كان كل واحد فيهم بيستعرض مهاراته على التاني. ما انت دويتو لازم تبين، وهم عملوا ده في البرنامج على فكره. وهنبقى نتكلم عن الديو اللي حصل ما بين شيماء عمران وما بين حنين المنصور السعوديه، هنتكلم عنه. لازم في الديو او في اي منافسه افرض عضلات، اوري انا قوي، اوري امكانياتي ايه، لان انا داخل انافس. دي مسابقه هيفوز فيها الافضل، فكل واحد بيقول انا الافضل، انا افضل في العرب، انا الافضل في طول النفس، انا الافضل في عفق المقام، انا الافضل في الوزن والايقاع، انا الافضل في الحر بقول حر وفال، انا الافضل. فلازم يوري امكانياته. تمام. وقابلتك انت لقيتك، الله اكبر. ايه الامر ده؟ تعالوا نسمع. وراهم على طول بتغير كل حياتي. طبعا انا بحاول اقلد لكم عملت ايه بس عشان تاخدوا بالكم. شوفوا حياتي قالتها ازاي. ما اعرفش ازاي انا حبيتك بقى قالتها مين؟ ما اعرفش ازاي انا حبيتك، ما اعرفش ازاي يا حياتي. ميري واستديو بتوريك عفق المقام والتركيز وكل حاجه. طب لما عملتها ميري تعالوا نشوف تعبير وش راغب علامة عامل ازاي. برضه زعلان. عايزكم بقى الجمله اللي جايه دي: من همسه حب لقيتني بحب. عارفين لما اما البنت البكر تحب لاول مره في حياتها، اما البنت اللي عمر ما راجل لمسها حبيبها يلمس ايدها، بيحصل لها ايه؟ انا ما اعرفش، انا ما كنتش بنت قبل كده، بس انتوا اضحكوا كده وهيصوا ولا احنا قاعدين في برنامج المغنواتي. اما يمسك ايدها او لما يقول لها بحبك، او هي لما تحس بالحب اول مره بيحصل لها ايه؟ بتبقى فرحانه وبترقص انا بحب انا بحب؟ لا، بتبقى مخضوضه. هو ده اللي اسمه الحب يا سي احمد؟ ايوه يا هنوم، هو ده الحب. والنبي يا سي احمد ما كنتش اعرف كده يعني. فراحت عملت اللي انا بقوله ده بالظبط. من اول ايه؟ من همسة حب لقيتني بحب. شوفوا همسة حب دي عملتها ازاي. يا لعيبة يا لعيبة. يلا شيمو. من هم بحب. بصوا بقى التكملة: من همسة حب لقيتني بحب. بحب دي بقى قالتها اندلسي، انا ما اقدرش اقلدها لكم بقى. تعالوا نشوفها قالتها ازاي. حفلة بقى: ادوب في الحب وصبح وليل، ليل على بابه. ميري منتهى بتديك الركوز بقى، مروحة، فهي خلصت اللعبة وبتقفل قفلة معتدلة جدا. وكان نتيجة الأداء ده كله ايه؟ حققت أكبر مدة تصفيق من الجمهور في هذه الحلقة. تعالوا نشوف القفلة. أنا متكيف والله، والله صوتك يا شيماء أحلى من ريحة النعنع، والله صوتك يرد الروح. أنا حاسس إن صوتك ملا المكتب اللي أنا فيه ده كله عبق وتاريخ وحضارة، لأنك بنت المغرب العظيم. أنا هشرب أتاي مغربي وأقول لكم إلى اللقاء.